بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا زانين وطيبين يا رب في كل مكان. ده فيديو جديد يا جماعة على القناة. هذا بإذن الله كده هنشوف البط بتاعنا هنا، لسه قافلين عليه ولسه ما فتحنا لهش. تمام، هنشوف الفيديو ده النهارده يا جماعة. الطيور اللي احنا كنا حاطينها مع البط او الفروج او الفراخ، طبعا كانت اتاكل ريش البط ومطلع عينه زي ما اقولوا، فاحنا عزلناهم هنوريهم ليكم حطيناهم وين. وبس هنحطوا الاول اكل للطيور وهنشوفوا ازاي هنعالجوا الريش بتاع الساقط ده بسبب الفروج اللي احنا حطيناه معاه. تمام، تعالى هنفتحوا له الاول نحطوا له الاكل والميه. وده يا جماعه الاكل بتاعه، بس احنا حاطينه في الشمس، معلش لو كانت الاضاءه مش واضحه. تمام، ادي العلف حطينا ليه، وهذا المية بتاعتها نظيفة. بصوا يا جماعة، دي أملاح معدنية احنا جايبينها من عند الصيدلية. أنا هنحط له على طول شوية في المية كده. تمام، وبرضه هنحط شوية ملح، اللي هو طعام ملح البيت اللي هنحطوه للأكل احنا بتاعنا. تمام، اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تمام يا جماعة، وهذه المية اللي هيشربها منيها إن شاء الله بإذن الله. تمام، وهذا الأكل بتاعه. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا الحمام عايز ياكل من العلف اللي احنا حاطينه. تمام، هنفتح البط بتاعنا والبح وهنرجع لكم تاني باذن الله. وده يا حبايبنا رجعنا معاكم، فتحنا البح بتاعنا والبط زي ما انتم شايفين كده. واحنا حاطين طبعا الاكل والميه في الشمس، لان خلاص الدنيا طبعا زي ما انتم عارفين الدنيا برد. تمام، شايفين الميه؟ شايفين يا جماعه حجم؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الحجم بتاعها قد ايه، الله اكبر. تقيل يعني يا جماعه، الله اكبر، مش خفيف. بس زي ما اتفقنا الفروج اللي احنا طلعناهن، الديوك الصغيرات دي طلعناهم معاهم، قلنا الدنيا برد عليهن تحت وطلعناهم فوق. شايفين الريش بتاعه؟ كل ما نطلع نلقى شوية ريش كده في الارض اهو. هياكلنا الريش بتاعه بطريقة فظيعة. بصوا يا جماعة، البحيتين اللي هن ركدات على البيض دينا السود اتنين. تمام، هن هيطلع طبعا عشان المكان بتاعهم مفتوح، فهن يطلعن ياكلوا مع البح الصغير ده كله. شايفين يا جماعة المية؟ شايفين؟ طبعا هن عطشانات، في اي مشروب عايزين تحطوا لي هنا يبقى الصبح يبقى حلو خالص يشربن فيه. تمام يا جماعه، احنا حاطين الاملاح بتاعتهن ومتابعين معاهم في الاملاح، متابعين في العلف، متفقين ان احنا مش هنسحب العلف مره واحده منيهن. الحمد لله ما فيش كساح ولا في حاجه، بس الديوك اللي احنا طلعناها هنا تعبنهن بصراحه، فانا عزلتهن خالص مني. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام، اشتركوا يا جماعه في القناه وفرحونا باشتراكاتكم كده ولايكاتكم. كل الناس اللي تابعتنا او تتابعنا والله على راسنا من فوق. والله الاشتراكات يا جماعه تفرق يعني مع الواحد كتير، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله كده الفيديو يعجبكم باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا النبي. صلوا على النبي يا جماعه واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وادي يا جماعه البحر بتاعنا بسم الله ما شاء الله ماشي، والله الله اكبر عليه، يعني الاحجام حلوه خالص. احنا لسه كل سنه وانتم طيبين. طبعا خلاص كده على رجب ما فضلش كتير، فرجب وشعبان، فان شاء الله باذن الله كده هنشوفوا مع بعضنا الاوزان. احنا مش هنوزنه هنا يا جماعه، في بلدنا هنا مش هنوزنه الطيور اللي احنا نذبحوها. ده البيت عندنا احنا هنا، احنا قربوا حاجه من البيت، ان احنا يبقى عندنا حاجه في البيت كده الواحد ياكل منيها ويشرب منيها مع الوسع. شايفين المكان واسع اللي هنا قاعدات فيه خالص؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، فيها الشمس وفيها الظل وفيها كل حاجه هنا عايزاتها، فالمكان مش ضيق، مش صاحبين مني هنا العلف. هو بس الطيور اللي احنا حطيناها معاه. تمام، اللهم صل على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. تمام، تعالى نشوفوا البيضه بتاع البحه ده هنوريه لكم. ده يا حبايبنا بيض البحه، ده البحه البيضه يا جماعه. تمام، وبصوا بسم الله ما شاء الله زي ما اوريكم، احنا حطينا بيض فراخ معاها وبيض فروج. قلنا نشوف الديوك اللي عندنا شغاله كويسه، وهي صغيره بس يعني قلنا نجربوها، حتى لو طلعت واحده او اتنين يعني نعمه وفضل من عند ربنا. زي ما احنا اتفقنا يا جماعه، الواحد يبقى عنده حاجه في البيت، كل حاجه تحت ايده في البيت، لا يشتري كتاكيت ولا يشتري بيض من برا، يبقى عنده كل حاجه، وعنده الفقاسه الطبيعيه اللي ربنا خلقها سبحان الله سبحانه وتعالى. تمام، دي بيض البحه البيضه زي ما اتفقنا. طبعا هي الثانيه السوداء، الاولانيه خالص هنوريها لكم. بعد يا جماعه تحت البحه السوداء اللي هي الاخيره، بسم الله ما شاء الله، البح مدفي البيض خالص. شايفين الريش؟ شايفين الريش يا جماعه كميتها بسم الله ما شايفين؟ دي الاخيره.
تمام. دي اخر وحده رقدت. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا ان شاء الله كده بارك لنا فيهن يا رب، وضل عنا كده خير وعبالنا الخير كله. تمام. تعالى هنشوفوا بقى ايه البحه الاخيره باذن الله كده هنوريها لكم في فيديو لوحدها، اللي هي الباضه الاول خالص السوداء، هي اتاكل برا. تعالى مع بعضنا هنشوفوا ايه البح برا، وهنوريكم الديوك اللي انا عزلتها وديتها وين. بصوا يا جماعه، حبيت اوريكم ان البحه البيضاء كلت شربت ميه ودخلت رقدت على البيض. اللهم بارك. تمام. تعالى يلا بينا. هذا يا جماعه شايفين كلها ياكل مع بعضها. هذا البح هياكل البح اللي هو راقد على البيض ده. بسم الله ما شاء الله. عاديه البح البيضة الأول، البح السوداء الأول خالص اللي هي رقدت الأول خالص. تمام. هذا يا جماعة شايفين بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الصحة بتاعتها كويسة وكل حاجة كويسة، بس هن اللي ايه الديكين اللي احنا طلعناهن طبعا من تحت هن اللي تعبانهن شوي. اللهم صل على سيدنا النبي. اهتموا يا جماعة بطيوركم زي ما اتفقنا، واهتموا بالأكل بتاعهن. اللهم صل على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين طبعا البح اللي راقد يا جماعة لازم تهتموا بالأكل بتاعها خالص، لأنه مش هياكل يعني ممكن وجبة واحدة في اليوم، ولما يجي يطلع ممكن ايه ما يطلعش كتير، يطلع كل يومين، لأن الجو صقع وهو مش محتاج ايه الأكل كتير، بس محتاج أكل يغذيه. اللهم صل على سيدنا النبي. عايز أكل يغذيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة الاشتراكات، الناس المشتركة معنا جديد وشرفتنا في القناة جديد، والله على راسنا من فوق، والناس اللي تبعتنا يعني دي حاجة تفرحنا والله. تابعونا يا جماعة، والله الاشتراك حيفرق معانا كتير، واللايك حيفرق معانا، وان شاء الله كده تشاركوه مع حبايبكم مع اصحابكم. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام. تعالى هنوريكم بقى ايه الديوك وانا وديتهم. وهذا الديوك يا جماعة شايفين الديوك بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا حطيتهم كلهم هنا مع البح الكبير. تمام. هو مش هيعمل له حاجة لان الذكر زي ما عارفينه مربوط زي ما هو. هنوريكم الذكر. شايفين الذكر انا ربطاه زي ما هو برجلي. وهذا الاكل يا جماعة شوية علف كده ايه عشان خاطر ايه نهتموا بالصحة بتاعته. تمام. لان هن تعبان ايه البح الصغير اللي برا. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين يا جماعة بصوا بصوا انت النسكوفي دي. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. الوزن بتاعها الله اكبر يعني. ودي انتايه اختها يا جماعة السوداء اللي جنبيها دي اختها برضه نفس السن هن اتنين. ربنا بارك لنا ان شاء الله فيهن كده ايه ونعملوا منهن حاجين حلو كده باذن الله. ده الذكر ده واخد نفسه يا جماعة من الذكر الكبير اللي هو المربوط اللي هناك ده، لان مش هخليه ياكل ولا اخليه يقعد كده في الارض، هيضربه جامد والله. شايفين الديوك يا جماعة تاكل مش هيجرى لها ان شاء الله اي حاجة، بس هي تعبة ايه البح اللي برا الصغير، فاحنا هنخلوه هنا. وادم الذكر الكبير مربوط دينا مش هيأذنهن ان شاء الله باذن الله. وبرضه هنكتروا اكل عشان نهتموا ايه بالاكل بتاعها. اللهم صل على سيدنا النبي. ان شاء الله باذن الله يا جماعة الفيديو كان عجبكم ونال كده باذن الله كده رضاكم باذن الله كده، وتفرحونا باللايكات والاشتراكات، تصلوا على النبي باذن الله كده. كل ما تصلوا على النبي كده باذن الله انتوا تاخدوا حسنات واحنا ناخدوا حسنات، ان احنا ذكرناكم بالصلاه على النبي وذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وان شاء الله باذن الله كده هنعمل لكم فيديوهات كتيره باذن الله. والناس اللي عجبها فيديوهات الحمام يا جماعه هنعملوا حمام زي ما اتفقنا، بس احنا الحمام ايه لسه والله يعني هنكبروا فيه، احنا بادئين فيه جديد، فان شاء الله باذن الله كده ايه هنعمل لكم فيديوهات كتير عن الحمام باذن الله. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم ونال رضاكم، ونكونوا عند حسن ظنكم، ونكونوا كده صحبة في الله ومحبة في الله. واي معلومة انتوا يكون عنديكم قولوا لنا عليها واحنا نستفادوا منها. تمام يا جماعة. الواحد يعزل الطير الكبيرة من الصغيرة زي ما اتفقنا. خلوا بالكم الحاجة التعبانة تتعزل، حتى لو مش تعبانة واكلتها ضعيفة اعزلها في مكان لوحدها، لانها ايه هتاكل على مهلها مش زي اللي هياكل ايه بسرعة. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين يا جماعة الطيور كلها واخدة نفسها منه، متعب متعب بطريقة فظيعة. ان شاء الله باذن الله البح لما اطلع كده باذن الله هنوري لكم، ده هكون فيديوهات خاصه، وهو ايه هيتلهي في البح لما يطلع، فالطيور ده هتاخد نفسها مني. تمام. نشوفكم على خير في فيديو جديد، وذكرونا كده بخير ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله كده ايه ربنا يكرمنا واياكم كده بحسنات كتيره عشان نصلوا على النبي ونذكر الله في كل حاجه الواحد يعملها ويسمي عليها باذن الله. نشوفكم في الفيديو الجاي على خير، واشتركوا في القناه يا جماعه وفرحونا باشتراكاتكم ولايكاتكم الحلوه. ان شاء الله كده ايه المنظر بتاع البح ده يكون ايه عاجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.